شعبي العزيز، إن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي ليست قرارا تكتيكي ولم تكن لحسابات ظرفية، وإنما هو قرار منطقي جاء بعد تفكير عميق. وعندما نخبر بعودتنا فنحن لا نطلب الإذن من أحد لنيل حقنا المشروع، فالمغرب راجع إلى مكانه الطبيعي كيفما كان الحال، ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل الأسرة المؤسسية الإفريقية. وإن المغرب الذي لا يتدخل في السياسة الداخلية للدول لا ينهج سياسة التفرقة، يأمل أن تتعامل كل الأطراف مع هذا القرار بكل حكمة ومسؤولية لتغليب وحدة إفريقيا ومصلحة شعوبها. فهذا القرار تتويج لسياستنا الإفريقية وللعمل الميداني التضامني الذي يقوم به المغرب مع العديد من دول